بصي سما اهي، خليكي كده اقفي كده، اعملي الحركه دي تاني، اعملي بايدك الاتنين. ايوه حطي يا جماعه، حطي يا سما. طب يا جماعه مش المفروض حطوا عليه زيت اقسم بالله. ايه ده؟ ده ايوه يا الله. انا لما اقول لك يا شعب بص الشعب. تمام كده. دي كده آلات الدي ان سي. ده سيلز سبيكولم. خلصنا assignment النزاهة. يعني في النص دي ولا الفريق. ماشي احنا اخر مرة، ايوه اخر يوم خلاص. اول راوند يا جماعة. الناس خلصت 3 راوندات واحنا لسه في اول راوند يعني. ايوه حاسين بايه يا جماعة؟ احنا كده خلصنا اول راوند سنة 15. انا املك الدنيا وما عليه. ينفع بقى تخلوني انام اغمض الاقي نفسي يوم التخرج؟ انا مش طالبه كتير. اروح اجيب البيبي الافاتار بس. اللي جاب لك يخلي بيك اسمه فيهم ازرق من بعض. ايوه من الازرق بس ماشي. لحظة صمت بقى على المنهج. لحظة صمت كده وحدات. انا بجد عايزة اعيط يا جماعة. بجد كل شاهد قولي حاجة. اقول لك بتقول ان انا هفتقد المعيدين هنا علشان اكيد كويسين وحشني يعني. كويسين جدا. لا كويسين بجد بس دمهم خفيف. حصل. باي باي. الفيو رائع. هاي يا جماعة عاملين ايه؟ انا عارفة ان انا مختفية وكل الكلام ده، بس انا مش جاية اكلمكم في الموضوع ده دلوقتي. ماشي بصوا بقى يا جماعة، انا دلوقتي باخد لسه ولادة عشان ندخل في الموضوع ده كله ومطولش عليكم. احنا المنهج بتاعنا ده ماشي. طيب النهارده كام؟ النهارده يوم 27/12 او 28/12 مش فاكره. النهارده يوم الاحد. انا خلصت ايه؟ انا خلصت ده كله يعني الحمد لله. دول ابيض. فالخطه دلوقتي ايه يا جماعه؟ انا الامتحان عندي يوم 10 وقبل الامتحان يوم 12. مستنيه ان انا اخلص الاتنين دول في الاسبوعين دول ماشي. بس فانا قلت بقى نشوف هنعمل ايه النهارده. ان انا اخلص دول بس، هل اخلص الكتب دي مش عارفه، هنشوف مع بعض.
يطلع بين اب وام طبيعيين المفروض ويعيش في بيئه صحيه. شتاء اول يوم في السنه الجديده. جماعة ازيكم عاملين ايه؟ مساء الخير. بصوا انا بشرب قهوة، حطيت عليها شوية ملح عشان قلت يعني بشوف بقى الناس بيقولوا حطوا ملح عشان يعزز طعم القهوة، بس الحقيقة ان طعمها قهوة مية بحر، مع اني محطتش ملح كتير بس طعمها كأني بشرب بحر. انا جايه بقى النهارده يوم 7/1، خلاص الامتحان فاضل له 3 ايام، امتحان يوم 10. النهارده 7/1 جاي اعمل لكم ابديت عن مذاكره النساء والولاده. بصوا بقى يا جماعه، الجاينه دي خلاص يعني كده كده انا مخلصاها من بدري، فدي خلاص هي مش ازمه. الازمه كانت في ايه؟ لما انا جيت لكم كام يوم قلت لكم الازمه في دول كانوا ابيض خالص يا جماعه، ابيض يا ورد، فانا ما كانش عندي اي فكره عنهم. عملت ايه بقى اليومين اللي فاتوا؟ انا بقالي كتير قوي بس طرحه سودا، لدرجه ان انا كنت مستغربه شكل الطرحه. بصوا يا جماعه، ده اوبس 1 انا بدات بيه، ماشي؟ بداته يوم 27 او بدات يوم 28 وخلصته يوم 3، ماشي؟ انا خلصان كله، الحاجات دي ملغيه، ماشي؟ يعني ما تلومونيش، هرجع ليه دلوقتي يعني عشان بس ايه، انا عارفه اني مذاكره حرمنتيشي قوي. ده بقى الاوبس 2 بدأته يوم 3، خلصته النهارده، بس طبعا مش خلصته كله، النهارده 7 يعني، اخد معايا من 3/1 ل7/1، وفاضل فيه في حاجات ملغيه، بس في حاجات انا لغيتها مش هعملها بصراحه، ما عنديش وقت خالص. بس يا جماعه انا الحمد لله المنهج نوعا ما مطمنه شويه، بس محتاج يتراجع، وعندنا في حاجات بتتراجع برضو. حاسه ان انا مبسوطه وفي نفس الوقت قلقانه، حاسه ان انا خايفه في نفس الوقت متحمسه، بس انا الفتره دي اوبسيسد قوي بصراحه بمسلسل ميد، فانا متحمسه قوي اشوف ترى نعومي ولا تيا. للاسف هنعرف بقى مخلص الامتحان، ماشي؟ هكمل بقى مذاكره يعني، مش هقول لكم ادعوا لي بقى عشان هبقى خلصت الامتحان لما اجي، فيلا هنجي عاملين ايه. جاي اقول لكم بس حاجه سريعه بسيطه صغيره. الساعه دلوقتي النهارده، مش هو النهارده ايه يا جماعه، الامتحان بكره الصبح، الساعه 2 بالليل، وانا قلقانه وبصراحه حاسه ان انا مش مطمنه، وحاسه ان انا خايفه قوي بجد، حاسه حتى لو مش باين عليا، بس انا بجد مرعوبه. الداتا اللي جت بجد وعورت كل ايدي من كتر ما انا قلقانه، حاسه ان انا مش مطمنه من حاجه، وحاسه ان انا مذاكرتش كويس، بس الامانه فعلا لو رجع بيا الوقت انا مش هعمل حاجه زياده، وعادي يعني مش زعلانه، بس بجد يا رب يا رب يا رب يا رب بكره حل كويس علشان ما ازعلش قوي يعني، بس ربنا يستر. صباح الخير، رايحين نمتحن بس كده، هموت وانام، الساعه 7:30. دي وصلت. الحمد لله انا مش موجوده موجوده. لحظات ما قبل الامتحان. هي اسوء حاجه في الامتحان الصور اصلا معايا كوفيلين ابرابشن. يعني لا استنى كوري اونلاين. لا استنى عندي كده خلصت علينا. احنا كده كذا سؤال برضه. اهلا يا جماعه، عاملين ايه؟ انا لسه جايه من الامتحان النهارده 10/1/2026. بصوا يا جماعه، احنا بدأنا راوند النساء يوم 22/11/2025.
بصراحه بدايه الراوند بالنسبه لي كانتش احسن حاجه بجد، كانت فتره وحشه قوي من غير سبب. انا بجد كان عندي اكتئاب مش طبيعي، كنت بروح الراوند متاخر قوي قوي قوي، يعني بجد كنت واحده نص ساعه كده وامشي، وفي نفس الوقت مش عارفه اروح بدري، وفي نفس الوقت بنام كتير ومقريفه، وبجد ما كنتش واقعه. بس مع ذلك بجد ما قصرتش، انا بدات الراوند كويس بجد، ذاكرت اول باول، بس جيت بقى في نص الراوند معرفش ايه اللي حصل لي، بيجيلي كده يعني اذاكر مثلا حبه، بعد كده عارفين انتوا الاحساس كده اللي هو ايه، لا انتوا ذاكرتوا كتير فخلاص هتريحوا، وفي نفس الوقت ماليش نفس. جيت في نص الراوند ريحت، اهي التريحه دي انا دفعت ثمنها النهارده. مش عارفه، مش هريت الامتحان، بس انا بالنسبه لي بتكلم عن نفسي، انا بصراحه حاسه ان انا ما حلتش حلو، مش راضيه عن حلي لدرجه يا جماعه. انا حسيت نفس احساس يوم امتحان العربي. انا يوم امتحان العربي بعد ما خلصت الورقه دي خلاص عايزه تلم الورق، وانا لسه في السؤال بتاع الصفحه بتاعه الايام بتاعه طه حسين دي، مش فاكره كان مين، لسه في نفس الصفحه مش عارفه اختار انهي اجابه، ده نفس اللي انا كنت فيه النهارده. جيت على الاخر كده بتقول خلاص 5 دقايق، وانا بجد فاضل لي اول 6 اسئله انا مش عارفاهم، اول 6 اسئله في الامتحان انا مش عارفه الاجابه، ومش عارفه حتى اختار ايه. تجربه سيئه بجد، احساس وحش قوي، احساس ان انا مش عارفه الاجابه. انا بكره الاحساس ده، اكتر احساس بكرهه في الدنيا، احساس ان انا اجهل بالمعلومه، ان انا مش عارفه الاجابه، فبجد كنت بموت. بس الحمد لله يعني متضايقه، بس عندي امتحان بعد بكره يعني فهقعد اذاكر. بس في راوند النسا بصراحه بجد كان عندي توقعات اكتر من كده بكتير، كنت حاسه ان هو هيبقى احلى من كده، كنت حاسه ان انا اعمل فيه اكتر من كده، يعني اكيد ده مش اخري يعني، بس انا بجد عملت اللي اقدر عليه وحليت وحش ومش بايدي اعمل ايه. طيب انا بجد ما كنتش عارفه احل في الامتحان. جزء الجينه كان حلو، لكن جزء الاوبس الولاده احنا عايزين الولاده بجد حاجه اوفر ريتد، يعني عايزين خلاص نوقف بجد، عايزين نعمل حملات. بس هروح افطر وهقعد اذاكر عشان الامتحان بعد بكره عادي جدا، عشان نلم درجات. النهارده في 70 درجه بيرفرفوا، مش كلهم يعني، مش قصدي، مش عايزه ابقى اوفر، بس بجد حاسه ان عندي غلطات كتير. يا رب ما تحرجش، يا رب ما تكسفنيش والنبي. في بنطلونين شبهه انا مش هطلع هكتبها عليك. سما عامله ايه؟ والله ما عارف انا بعمل ايه. طيب انا هسال كتير. ايوه الهيموريدج يا جماعه. لا اول حاجه قبل الهيموريدج هيسال على الاولد برايمي جرافيدا والكونتنت. ماشي. لا ده سؤال احنا هنخش عندنا اوسكار. ايوه انا داخله الصالون. يلا عشان كمان الدكتور مش ان شاء الله ومعانا الهيستوري دي طالعه مبسوطه. يلا شباب شباب كده ايوه احنا كلنا بس كان ايوه قال لي يعني ايه ابوتش، قلت له سمعت نمبر 1. خلصنا نسا. خلصين نسا. فين الباقي يا جماعه؟ باين لنا اليافطه. ما كانوش واخدين بالهم ان في فيديو بيتعمل اساسا. كل ده انا حاسه ان انا مش هنعيده طبعا. بصي سما اهي، خليكي كده اقفي كده، اعملي الحركه دي تاني، اعملي بايدك الاثنين. ايوه ان احنا امتحاننا اوسكي نسا، احنا بمناسبه المناسبه السعيده دي، مناسبه سعيده فعلا. انا اخواتي خلصنا يا جماعه اوسكي نسا وداعا للمراه الحامل وداعا لاي طفل. باي. لسه الاطفال جايه. ميرسي. بموت فيكم والله العظيم، يعني انا بحبكم جدا جدا جدا، يعني دي امنيتي ان انا افضل معاكم على طول، انا ببقى مستريحه. عندك كام سنه؟ 22.
الان بس مش عارفة. بنرم عظمنا بعد امتحان النساء. بقول بنرم عظمنا بعد امتحان النساء. انا هبدأ دلوقتي. بس يعني عايزه اقول برضو ان احنا خلصنا نسا. احلى حاجة في الحياة. حاسه ان انا رجعت تاني اعيش على رأي الفنان. اه هي اجازه اخر نص السنه عند الناس على فكره. اخر السنة نص السنة. لا مش نص السنة، احنا وصلنا للاخر. انا غلط. وصلنا للاخر على طول يعني. باي باي نسا. الجماعة دينا بتشتي وغرقانين جدا بعد النسا. الجو ده